في أمريكا في ولاية كاليفورنيا حصلت واحدة من أبشع وأغرب جرائم الخطف على مر التاريخ. ما تنساش الاشتراك واللايك وتفعيل الجرس. سنة 1991 بنت عمرها 11 سنة اسمها جيسي لي دوجر. جيسي خارجة من بيتها عادي زي كل يوم علشان تروح مدرستها، وفجأة وبدون أي مقدمات عربية بتقف. راجل بينزل من العربية وبيخطف جيسي قدام عين أمها في أكتر مشهد مرعب ممكن حد يشوفه في حياته. ومن يومها اختفت جيسي تماما، والبوليس قلب الدنيا عليها، لا صورة ولا صوت ولا حتى جثة. وفجأة وبعد 18 سنة لما أهلها فقدوا الأمل تماما ظهرت بنت بنفس المواصفات قالت أنا جيسي، أنا لسه عايشة. على حسب كلام جيسي إنها كانت مخطوفة من راجل مريض جدا وعايش مع مراته، وكان حابسها في أوضة ورا البيت لوحدها تماما. الأسوأ إن هو اعتدى عليها وجاب منها طفلين وهي محبوسة. تخيل حياة كلها سجن جحيم وانت طفل. القصة دي مش فيلم، دي حقيقة وحصلت فعلا في قلب أمريكا. لو قلبك استحمل القصة وعجبتك شارك الفيديو ودوس لايك قبل ما يختفي زي ما هي اختفت زمان.